السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنستخدم في فكرة النهاردة الجيركن الكلور الكبير ده. ان شاء الله فكرة النهاردة تعجبكم. انا هعمل النهاردة شابو او طاقية طبعا للمصيف للبحر. احنا طبعا داخلين على موسم المصايف، فحبيت اقدم لكم فكرة تفيدكم وفي نفس الوقت ما نكلفش نفسنا كتير. الشابو ده هيبقى الطفلة او الطفلة، مش حد كبير يعني. لو حابة تعمليه على حد كبير تقدري ان انت تكبري حجم الجيركن، لان عشان يبقى مناسب مع محيط الراس. طبعا انا كده خدت الجزء المتساوي دوت من الجيركن زي ما انتم شايفين كده. هبتدي ان انا اساوي كده الاطراف، وهبدا بعد كده اقص شرايح حوالي 2 سنتي لحد طول معين بس هحدده، اللي هو العمق بتاع الشابو. تقدري طبعا تقيسيه على طفلك. انا هنا خدت تقريبا حوالي 15 سنتي في القاعده، وبعدين بقص طبعا الباقي كله بنفس الطريقه اللي انتم شايفينها دي. وهبتدي بعد كده اتني الشرايح دي كده لبره عشان تعمل معايا شكل الشابو. هتشوفوه دلوقتي. طبعا فكرته سهله وبسيطه ومش هتكلفنا اي حاجه غير ازازه كلور وشويه خيط. انا هنا استخدمت خيط المكرميه، تقدري تستخدمي اي نوع خيط واي لون خيط، وممكن كمان نستخدم خيط الخيش. هبتدي بقى ان انا كده الف دايره صغيره كده من الخيط، الف كده جزء وعشان ده اللي هثبته في نص الشابو من فوق. هبدا ان انا الفه بس اظبط المنتصف كده كويس، وبعدين هبتدي استخدم السيليكون في اللزق. طبعا انا عندي هنا السيليكون يعني ما يكونش حامي قوي، هو كده كده الجيركن بيبقى البلاستيك بتاعه قوي، فان شاء الله ما تقلقيش منه خالص مع السيليكون وسخونيته. وهبدا بقى ان انا الف على الشابو كله. طبعا طريقة سهلة وبسيطة والكل يقدر ينفذها. هنبتدي نلزق بس كده الأدوار ورا بعضها. هنلاقي ان احنا بنغطي كده الجزء اللي فوق ده كله. طبعا تقدري تستخدمي اي لون، تقدري تستخدمي لون واحد او كذا لون في الشابو، تقدري تستخدمي اي نوع خيط. مش هنقف طبعا على حاجة. بنحاول نقدم افكار سهلة وبسيطة وفي متناول طبعا الجميع. اسعار الشابوهات غالية طبعا دلوقتي. طبعا تقدري تعمليها وهتشوفي طبعا النتيجة هتبقى زي الجاهز واحسن كمان. انا كده هو انا خلصت كده الجزء اللي فوق. شايفين ما سيبش اي مسافات عشان ما يبانش البلاستيك. طبعا احاول ان انا اضيق كده اللزق جنب بعضه الخيوط. هبدأ ان انا اخلص كل الجزء اللي فوق ده ونبتدي بقى نعمل الجزء اللي تحت. طبعا انا كده هو خلاص خلصت الجزء اللي تحت. الجزء اللي تحت ده لازم يكون على ترابيزة مفروض معايا كده علشان يديني الدوران مظبوط. هبتدي كده ان انا احط على البلاستيك وهبتدي ان انا الف الخيط عليه. هخلص كل الطاقية بنفس الطريقة. هتلاقي معايا الشابو ظهر وابتدت الصورة توضح معايا اكتر، وهتحسي كده انها اصلا ما كانش ازازة كلور ولا بلاستيك ولا اي حاجة. هنا طبعا الفكرة سهلة وإن شاء الله بإذن الله الكل يقدر ينفذها. وتابعوا معايا الفيديو للآخر هتشوفوا نتيجة إن شاء الله هتعجبكم. بخلص كده الجزء كله. طبعا أحب أفكركم طبعا إن أنا القناة عندي بتعتمد على الأشغال اليدوية وشغل الهاند ميد، وكل ما هو بنعيد تدويره في البيت بنستخدمه وبنستغل أي حاجة وبنطلع منها قطعة فنية أو تحفة فنية أو حاجة مهمة بالنسبة لنا بنستخدمها. فياريت تتابعوني لو الافكار بتاعتي عجبتكم او فكرة النهاردة عجبتكم، وما تنسوش اللايك وتعليق حلو كده زيكم. هبتدي بقى كده ان انا اشيل الزيادات. انا كده خلصت كل الطاقية. هبتدي ان انا اشيل الزيادات، وجبت هنا اي قماش متوفر عندي. ياريت يكون خفيف طبعا عشان ما اخليش الطاقية تبقى تقيلة. وابتدي ان انا اغطي كده بالشمع كل الجزء الداخلي ده. مش عايزة اي حاجة تبان، دي زي بطانة طبعا. وانا هنا استخدمت قماش قطن عشان يبقى برضو معايا في الصيف ما يحررش. وتبقى الطاقية معايا خفيفة. هبتدي كده اغطي كله وابتدي بقى ان انا اشيل كل الزيادات. طبعا لازم يبقى فيها تكسيرات كده من جوه عشان طبعا في دوران عندي عادي، كل ده مش هيبان. ابتدي بقى ان انا الزق الاطرف كده، مش عايزة اي جزء من البطانة دي تبان لما اقلب الطاقية. وهنبتدي بقى نزينها باي شريط تزيين واي خامات واسترسات متوفرة عندك. التزيين ده طبعا يرجع لك، الموضوع سهل وبسيط. هنبتدي هنا. انا هنا جبت كده شريط كبير فسطونات كده احطه على الحرف. عايزه يبقى عندي فسطونات على الحرف زي ما انتم شايفين هلزقها كده. طبعا تقدري تستخدميه عريض او رفيع اللي المتوفر عندك. هنا ده شريط لونه ابيض او اوف وايت كده. هبتدي ان انا الزقه على حرف الشابو كله.
وعملت معاكم قبل كده شنطة للبحر برضو، كانت من قماش الخيش وكلها من إعادة التدوير برضو. استخدمت فيها مشمع دولاب موجود عندي، واستخدمت فيها قطعة قماش خيش، وطلعنا منها شنطة للمصيف وللبحر جميلة جدا. تقدري برضو ان انتي تنفذيها او ترجعي لها، هسيبها لكم طبعا في العلامات فوق لو تحبوا ترجعوا لها. انا هنا اهو خلاص كده خلصت الدوران من اللي على حرف الشابو. هبدأ بقى كده ان انا اقص الزيادة، ونبتدي نشوف تاني هنكمل تزيين الشابو ازاي. تقدري بقى تبدعي وتعملي كل الافكار اللي عندك في الشابو زي ما انت عايزاه بسيط، عايزاه ممكن تربطي عليه بس قطعة كده من الحرير وتعمليها فيونكة مشجرة اي حاجة. انا هنا استخدمت شريط كده تزيين عريض شوية اهو، هلفه كده على الجزء ده. وهبتدي كمان ان انا احط استرسات كده صغيرة بسيطة. تقدري ان انت تستخدمي اي حاجة متوفرة عندك. بصراحة استخدمت حاجات متوفرة عندي، مش مكلفتش نفسي كتير عشان اعملها. انا جبت كده ده جزء كده من ورد، لو عايزة تستغني عن فكرة الورد خالص تقدري، بس انا قلت ده لطفلة هخليهولها مبهج كده شوية. حطيت كده جزء بس بسيط من الورد الاخضر، وورد بسيط كده. وهبتدي بقى اجيب برضو هنا ده شريط لولي، انصاف لولي كده احطه على الحرف. هيديني برضو شكل كده جميل. قلت لكم هنحاول نطلعه زي الجاهز واجمل كمان، وكلها بخامات بسيطة وحاجات متوفرة عندي. تقدري تحطي اي استرسات متوفرة عندك، تقدري تحطي بس شريط وتربطيه في يونكة. صدقوني هيطلع برضو جميل وبسيط، مش مفهوش اي حاجة. بس انا قلت لكم ده عاملة لطفلة، حبيت اخليه لها كده مبهج شوية. انا خلاص كده انا خلصت هنا كده. هبتدي بقى ان انا اعمل فيونكة من نفس شريط التزيين اللي انا لفيت بيه كده على الشابو كله، احطها كده. وهبتدي ان انا كده اجيب كده قطعة من خيط المكرمية. هبتدي ان انا اعمل كده زي شرشوبة او حاجة تنزل من الفيونكة كده. وتقدري برضو ان انت لو مش حباها ما تستخدميهاش. انا هنا حبيت ان انا اعملها كده. طبعا فكيت الخيط خالص وسرحته كده عشان يعمل معايا يبقى مفكك كده معايا. مش عايزة طبعا خيط المكرمية بيبقى مبروم، مش عايزاه يبقى مكتل معايا. هنا اهو عملت لها تعليقة، لو حابة تعلقيها ديكور كمان على الحيطة. انتوا عارفين ان احنا ممكن في كمان ديكورات بتبقى زي كده تستغني عن التعليقة وتحط لها استك من الناحيتين من جوه. هتبقى للبنت، او ممكن تخليها خالص من غير استك. وهنا حبيت ان انا اضيف الشريط دوت لونه كده ذهبي كده، بس هو مش باين قوي في الاضاءة. حبيت اضيفه كده تحت دور تاني تحت الشريط العريض اللي انا حطيته. وبكده تبقى خلصت معايا او خلص معايا الشابو. زي شايفين تقريبا ما نفرقهوش خالص عن الجاهز. يا رب يكون فكرته عجبتكم ومكلفناش اي حاجة، واستغلنا حاجات موجودة هنرميها وطلعنا منها حاجة استفدنا بيها او فدت بنوتي بيها. يا ريت بقى لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.